في حاجة بس أنا اتكلمت عليها امبارح وقلت عليها وأنا عايز أصححها. أنا آسف أحمد فتوح. كان في كورة، كان حصل كاونتر أتاك علينا من منتخب البرازيل، وكان ساعتها كل الباكات بتاعتنا كانت متأخرة، كان لسه بيفكرنا هما يرجعوا يعني. فالوحيد اللي عمل سبرنت سريع كان أحمد فتوح. يصادف ان فينيسيوس جونيور هو اللي معاه الكوره، فالناس كلها قالت ان فتوح عمل سبرنت فاكيد هيفتح، فاكيد هيعمل بلوك على يعمل ريكفري على فينيسيوس. بس ما حصلش كده. اللي حصل ان فينيسيوس جونيور مد الكوره او عمل تاتش للكوره، زود سرعات عشان هو يعمل سبرنت، وساعتها كان فتوح خلاص كان متاخر. ففتوح راح على اللاين بتاعه، ما راحش عمل اسمه ايه ده، ما اسمه زي ما تقول كده، ما ضيقش المساحه لفينيسيوس جونيور. هنا في عرف الكوره لما بيعمل كده يبقى انت كده بتعمل ستاره ان فينيسيوس جونيور ما يروحش لامم. فكل يعني كل اللي عمله فينيسيوس جونيور ان هو حط الكوره ما بين ايد شوبير، وشوبير صدها. بس خلي بالك كان دور فتوح ان هو عمل ستاره ما بينه وما بين شوبير، فعشان كده الكره ما دخلتش. وعشان كده فينيسيوس جونيور لاحظ ان هو اللي هيعمل القرار الصح اللي هو يعمله، ان يحطها ما بين رجل سوري من جنب رجل شوبير. ده اللي حصل. انا اسف يا فتوح، وانا عارف في حمله ممنهجه عليك بسبب اللقطه دي، وانا اسف، وانا بقول انا اسف. بس فعلا الناس اللي فاهمه كوره، اللي عمله فتوح ده الصح، ان هو مشي وسابه. مش مساله ان هو تعب، لا هو مشي وسابه وقال لك خلاص انا لو انا عملت 1-1 هيرقصني ويجيب الكرة جوه. شكرا، بس ده التوضيح. سلام عليكم.